المعظم من حضراتكم طبعا شاهد القرارات اللي اتخذها وزير التربية والتعليم خلال الفترة اللي فاتت دي، وعلى رأسهم طبعا قرار إلغاء جميع السناتر والدروس الخصوصية، وإلغاء مادة الفرنساوي على أحد الصفوف في المدارس الحكومية. عامة ده شيء جميل ويحترم إن وزير التربية والتعليم يهتم بأولياء الأمور، وأول حاجة يعملها يلغي الدروس الخصوصية. وأي حد هيتمسك طبعا أو هيتبلغ فيه إن بيدي دروس خصوصية هتتوقع عليه عقوبة بالحبس بالإضافة لغرامة مالية. طيب، وعشان نكمل الجميل ده سيادة الوزير المحترم وزير التربية والتعليم، يا ترى هنكمل المسيرة وهيكون في رقابة على المدرسين إن هم يكونوا قادرين إن هم يقوموا بكافة متطلبات الطلاب أثناء الحصة المدرسية ويتم الشرح بشكل سليم ودقيق مليون في المية، ولا هتكون المسيرة زي ما هي؟ إذا كانوا دلوقتي أصلا أبنائنا وبناتنا الطلاب بيعتمدوا على الدروس الخصوصية بسبب فشل المدرسين وفشل شرح المدرسين أثناء الحصة، وإلا من رحم ربي، عشان أكون حريص على كلامي، يعني بنسبة 5% بيراعوا ربنا في الشروحات وبيراعوا ربنا في أكل عيشهم وبيراعوا ربنا في عملهم، ولكن ال 95% ما عندهمش أي إقامة ولا أي مساحة إن هم يشرحوا للطالب ويقوموا بعملهم على أكمل وجه، ولكن الحصة بتكون هرج ومرج ومفيش أي شروحات، ومن هنا الطالب مش بيستفاد أي حاجة. ونفس الحكاية ولي الأمر بيكون طبعا متعهد بكافة المستلزمات المدرسية والمصاريف الحكومية والمصاريف على ابنه أصلا، ويجي في نهاية السنة الابن مش فاهم أي حاجة ولا استفاد أي حاجة من المدرسة، ولكن بيكون اعتماده على الدروس الخصوصية. وفي حالة إن يتم حظر او غلق الدروس الخصوصيه، يبقى لو فضل الوضع هنا مستمر او مستمر على الوضع القديم، اللي هو مش قديم يا ساده محترم، على الوضع الحالي دون، ان ما يتمش اي شروحات من المدرسين في جميع المناهج، يبقى كده احنا عدمنا التعليم من الاساس. يبقى كده طلابنا اصلا مش هتتعلم في المدارس الحكوميه، ولا هتستفاد من المدرسين، ولا هتستفاد من الشروحات داخل الحصه، ولا هيكون لهم مجال ان هم ياخدوا دروس خصوصيه ويستفادوا منها. نتمنى ان القرار ده يكون قرار سليم ويكون في مكانه الصحيح، باتخاذ اجراء رسمي وقانوني وحازم مليون المية أن يكون في رقابة كافية على جميع المدارس الحكومية وجميع المدرسين، بأن هم يقوموا بالشرح على أكمل وجه أثناء القيام بالعمل في الحصة بتاعتهم، سواء كان عربي أو إنجليزي أو دين أو دراسات أو أيا كانت المادة. يا ريت يكون في شرح ويكون في رقابة ويكون في لجنات بتيجي بالشكل مباشر على المدرسين وتفتيش، زي ما أنا كنت كده يا سادة محترمين بتفاجأ كده اثناء دراستي في المدرسه ان في تفتيش وفي القيام بالعمل وفي السؤال بيجاوب اخر طالب في الفصل من ورا على اخر ديسك بيسالوه المدرس بيشرح كان بيقول ايه. لكن حاليا احنا شايفينش الكلام ده خالص الا من رحم ربي للمره الثانيه، عشان المدرسين ما تنتقدش. فانا بقول بنسبه 95% فشل ذريع في المدرسين اثناء قيامهم بدورهم اتجاه طلابهم. فعشان نلغي الدروس الخصوصيه لازم أن يكون في اهتمام اتجاه الطلاب من المدرسين اثناء الدراسه المدرسيه، في اثناء الحصه، في اثناء تواجدهم في المدرسه الحكوميه. المفروض يكون في رقابه، والمفروض يكون في حساب، والمفروض يكون في عتاب. لكن احنا مش هنلغي الدروس الخصوصيه اللي هم بيعتمدوا عليها طلابنا بسبب فشل المدرسين في المدارس، ويبقى كده فشل المدرسين في المدارس ما زال موجود وتم الغاء الدروس الخصوصيه. يبقى احنا ما استفدناش اي شيء، احنا طلابنا كده مش هتتعلم ومش هتفهم اي حاجه في اي حاجه، ما بينا الا ان احنا بننفق مصاريف على اولادنا وعارفين النتيجه في النهايه صفر. زي بالظبط ما بناشد كده وزير الصحه، يا ريت كمان يكون فيه اهتمام في المستشفيات العام. ما نفس الحكايه يا ساده محترمين، التربيه والتعليم هي برضه الصحه. التربيه والتعليم ما فيش شروحات داخل المدرسه، ولكن في دروس خصوصيه بره الطلاب بيعتمدوا عليها. هنضيف على كده ان وزاره الصحه لو هي بتباشر العمل وبتباشر الدكاتره وبتبص على المستشفيات العام، هتجد ايضا نفس المسيره ونفس القيام اللي بيقوموا به مدرسين التربيه والتعليم. ان الدكتور في المستشفى العام مش بيدي لك اي اهتمام ولا اي قيمه، على اساس ان انت تطلع تكشف عنده بره في الخاص. يعني احمد زي الحاج احمد. يا ريت الرساله تكون وصلت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.